السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في القناة. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف ما وعدتكم ها هما البريوات اللي بالطون كيجيو خطيرين في المذاق، روعة. والقرمشة يا سلام، غير بحك واحد ديال الطون كنحصلوا بكمية لا بأس بها ديال البريوات اللي متوسطين الحجم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا قناتي، مرحبا بكم. ما تنساوش الاعجاب بهذا الفيديو والضغط على زر الاشتراك والجرس باش ديما توصلوا بجديد فيديوهاتي. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو علبه ديال الطون اللي مصفيه، تكون فيها تقريبا واحد 180 ولا 190 غرام، 50 غرام ما بين الشعريه الصينيه والفطر الاسود، 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس اللي مقطعين، زيت الزيتون، بصله كبيره اللي مشلضه، فلفله سواء لون واحد او لا الوان كيبقى لكم الاختيار، ثوم بودره، سكينجبير، تحميره، الفلفل الاحمر، البزار. غنحتاجو كذلك الملحه والورقه ديال البسطيله ديال الشينوا اللي كنستعمل دائما. ونبداو على بركه الله في مقله على عافيه متوسطه. غادي نوضعوا من 2 الى 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نفرغوا البصله اللي مشلضه. ممكن تستعملوا البصله الخضاريه اولا البورو اللي بغيتو، حتى هما كيعطيو واحد المذاق لهاد البريوات. دونك ضروري من التحريك المستمر حتى كتنزل لينا البصيله. حيت كنضيفوا الفلفله اللي مقطعه مكعبات صغيره، انا استعملتها غير مجمده كانت عندي وقاضيه الغرض بطبيعه الحال. دونك غادي نستمروا في التحريك حتى تنزل لينا هذيك الفلفله مزيان، تنسم لينا مع البصيله. عاد غادي ندوزو باش نتبلو بالثوم بودره راس معلقه صغيره، الملحه، الابزار، سكينجبير والتحميره تقريبا واحد المعلقه ممسوحه صغيره، والقزبر والمعدنوس. وغادي نحركو هادشي كامل باش تنسم لينا بطبيعه الحال ديك البصيله والفلفله. وغادي نضيفو الطون اللي مستقطر سواء من الزيت او لا من الماء، وغادي نضيفو الشعريه الصينيه والفطر الاسود اللي مطلوقين مزيان من الماء، وغادي نخلطوا كل شيء مزيان حتى تندمج لينا جميع العناصر. انا نسيت ما قطعتش الشعريه الصينيه حتى درتها في المقله، عاد جلست كنقطع بالمقص. المهم منين تخلطات ليا جميع العناصر، هذا هو القوام ديالها. كتجي صراحه حشوه اللي معلكه، يعني بلا صوص بلا حتى شي حاجه، وكتجي لذيذه ما تشبعوش منها. ديروا بها بزيتلات صغار او لا قنينطات ولا بريوات. فممكن تضيفوا شي اضافات الا بغيتو كالزيتون مقطع، اولا تضيفوا فلفله حاره باش تزيد تنسم لكم الحشوه. بالنسبه للورقه ديال البسطيله كنقطعوها شرائح وكنعمروا القياس اللي بغينا. بطبيعه الحال بغيتو ديروهم صغار ديروهم، بغيتو ديروهم كبار كيبقى لكم كامل الاختيار. وتنشكلوا البريوات ديالنا بهذا الشكل كيف مبين في الفيديو، وكنسدوهم بالخليط ديال الدقيق مع الماء اولا بالبيض اللي مخفوق باش ما يتحلوش لنا في القلي. وهانتوما هذه الكميه اللي كنحصلوا عليها، وغير بعلبه ديال الطون، والحجم ديالهم تيكون متوسط. بغيتو ديروهم كبارين بطبيعه الحال ممكن، بغيتو تجمدوهم ففي هذه المرحله كديروهم في الصاك ديال الكونجيلاسيون تدخلوهم المجمد. وهانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو خطيرين في المذاق والقرمشه يا سلام. اصلا هاد الورقه ديال البسطيله زوينه راه متواجده كذلك في المغرب. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم. غادي نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو وفكره جديده. في امان الله.